مخازنية كي راكم دايرين؟ صافا شويه عياشه راكم غايو الشيبانيه راه غايو. دابا داكشي اللي بغيتي كتحملي العواقب. خلينا في المفيد. شنو بغيت نقول لكم؟ راكم موجدين كانكيات وكاع كانكيات الشمع كانكيات الحطب. باسكو على بالكم، على بالي بلي على بالكم، ولا نقولها لكم لا فان تاع اكتوبر 31 اكتوبر غادي يطفوا عليكم تريسيتي، باسكو راه عندكم حساب وما خلصتوش وكاع ودرنا معاكم وكاع بصح شحال صايب فضحتوا. وجدوا كانكيات وكاع. تحية الجزائر وربي يعفدكم خوتي. كيما العاده دابا داكشي اللي بغيتي كتحملي العواقب. ولا هي شون صافون راكم غايا ونكونوا غايا الا بعتوا علينا وقلتونا وقطعوا داك الضوء اللي بيناتنا كي بحال اللي دايرين له غسيل الدماغ، ما كيعرف حتى حاجه غير اللي قالوها له، ما كيبحثش ما كيقلبش على الحقائق، وغادي كيقول غير اللي قالوا له الكبرانات، واللي سمع الاعلام ديالهم كيقولوا تابعوا شويه ديال الثقافه ما كايناش. وكي دير تفاهم مع شي واحد ولا تهضر مع شي واحد ولا تحاور مع شي واحد، هو جالس على راسو ما جالسش على هذيك اللي كيجلسوا عليها الناس. عاد تزيد تهضر معاه، عاد تزيد تحاور معاه، هو اصلا جالس بالمقلوب اصلا مقلوب. واحد الشيباني قالوا غير شبر والقبر. وشوف شنو كيقول لك على المغرب الفيزا، حنا سيادكم وحنايا الا بغيتو خصكم فيزا. اسمع يا مروكي منو كتهضر معايا؟ جيب الفيزا وهضر مع سيدك. يا دندو يا جرانندو يا الضبع يا دندو، منو كتهضر مع سيدك؟ انا سيدك مروكي منو كتهضر معايا؟ جيب الفيزا وهضر مع سيدك. سمعتي؟ قال لك جيب الفيزا عاد هضر مع سيدك. وعلاش نجيب الفيزا وعلاش نهضر معاك اسيدي؟ واش نجيب الفيزا نمشي نتمحن؟ واحد تيمشي يدي الفيزا باش يتمتع، باش يشوف شي جو واحد اخر، لهجه اخرى اللي تفهمها هما ما كتفهم فيهم لا هادي لا هادي والو، لهجتهم زنقاويه. واش تمشي دير الطوابير، دير فن الطوابير، يعلموك دير صف جوج على الماء على الماكله وعلى الطواليت حتى هي. سبحان الله. هذا راني في الايروبور تاع تولوز، هذا وين وصلت اخ من المغرب باش يروح الرباط، ومن بعد حيرني قال لي يعني رايح، قال لي لقيت بي ب 30 اورو وراني رايح. سبحان الله. قلت له ب 30 اورو، قلت له على بالك بلي حنا نكون عندنا بي 30 اورو نروح شاك ويكاند نروح لالجيري. سبحان الله. علاش؟ سبحان الله مسهلين لهم لي بي موان شار يروحوا كيما يحبوا، وبورتو جايين حنا في قاره واحده، قاره افريقيا، لغه واحده، لا ما جايينش دين واحد. لي بي هما 30 اورو يقدر يروح او موا دوت 30 اورو. وحنا في الجزائر باش تروح سي ان بروجي مينيموم كنروح دوك نقلب على البي نلقى 500 600 اورو، ميم لا بيريود تاع اكتوبر تاع الاخر. سبحان الله. علاش حنا تاوعنا؟ علاش ما يهديهمش ربي؟ ان شاء الله ربي يهديهم. علاش ما يخفوش علينا نولوا نروحوا هكا شاك ويكاند؟ ماشي حاله. ايماجين 30 اورو انا نروح شاك ويكاند، ما نكذبش عليكم. نقول لكم ربي يحفظكم. واش رايكم في هذا الموضوع؟ والسلام عليكم. منين قلتي لنا شنو رايكم نقول لك الراي بالصراحه. جلس فين انت جالس، ما تمشيش للجزائر حيت غتمحن وغتعذب، وهما ما مسالين لكمش كاع، هما مسالين لبوليزاريو وكيهضروا على الصحراء المغربيه وحاضين المغرب في الغاديه والجايه، وكيقارنوا راسهم بالمغرب. ما تقارناش حنا بيكم، نتوما راه قوه ضاربه، نتوما هاربين علينا، نتوما خصكم تقارنوا راسكم
بالامارات. نتوما خصكم تقارنوا راسكم بالامارات. Ouais. Je t'ai vu que ça te nuit sortir à 3h du matin. Je suis sorti faire jeter la poubelle. Tu avais un couteau dans la main, je t'ai vu, je t'ai regardé par le balcon, je me suis dit qu'est-ce qu'elle fait à 3h du matin dehors avec un couteau? Non. Alors tu m'as vu, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, tu as crevé les 4 pneus de la voisine, la marocaine. تسمى ما شافوناش كي نسرقوا، شافونا كي نتحاسبوا. المروكية سلعة شينة، جابوها من البردينة حطوها في البوطينة. Je veux pas que cette marocaine vive avec nos bâtiments. C'est tout. Ouais, mais celle-ci que c'est toi, tu vas avoir des problèmes avec elle. J'ai aucun problème, moi, je suis malade. Il n'y a aucun témoin. Elle va essayer de te signaler, si jamais il y a quelqu'un qui lui balance qu'elle t'a vu et tout par la fenêtre. Il n'y a aucun témoin. Ouais, ben on verra ما bien. شافهمش كي يسرقوا، شافهم كي يتحاسبوا. سما انت التيموان تاعي، انت اللي راح تباصيني، انت اللي راح. شو الكره فين وصل بيهم باش تعرف الحقد اللي في قلوبهم. الجزائريين واخا في الخارج قالت لك جات جاره حدايا مغربيه غاديه نهبط الزبل، دايه معاها موس، طردت لها الرواي. شنو دارت لها؟ والو. الشعب الجزائري عمره ما كره الشعب المغربي. دوك اللي عندهم الكود تاع الزليج ما حبوش يعطيوه لنا الزليج تاعنا، بصح داو لنا الكود وما رجعوه لناش. شوقي راك متأثر اليوم شوقي. انا خاطيني انا نقول في الحقائق تاني، ما انا لسان حال النظام الجزائري. هذه هي القصه تاع الصح اللي حابين تغطيو عليها نتوما. على كل حال دونك لا سيتوياسيون كي يجي الاخ من المغرب ويطلب تأشيرة لزيارة عائلته، لابد يعطي المعطيات على من سيستقبله، العنوان، الاسم وقحد لي renseignements. Ils vont créer un fichier اللي ils vont répertorier كل الجزائريين اللي عندهم عائلات في المغرب. والإشكالية ما راهيش في لو فيت يدير إحصائيات، لا، هذا لو جورناليست راح أبعد، قال لهم لا قدر الله غدوة تكون عشرية سوداء جديدة، هاد الناس راح يكونوا الأوائل الذين سيغتالون. إلى يومنا هذا ما سمعت حتى واحد من لي زوتوريتي الجيريان عطاونا تفسير لماذا طلبوا التأشيرة. التفسير تاع هاد لو جورناليست il est très crédible et très dangereux. لهذا كاين بزاف فقط باش نقول لك بانه تبون هضر منذ لحظات تقريبا في الامسيه، قال لك بانه كي طرح له السؤال الصحفي قال له هل السبب امني ام السبب سياسي؟ قال له لفرض التاشيره، قال له تبون الاثنين. من بعد واش قال لك تبون؟ كي سالوا الصحفي قال له هل هادو المغاربه اللي جاوا المشتبه فيهم جواسيس؟ قال له تبون ليس بالضروره، وقال له حنا عندنا شكوك فقط. ومن بعد قال لك اصلا المغربي هذا اللي يجي للجزائر واش جاي يدير؟ معناتها قضيه الجوساسه روايه فارغه باعتراف تبون نفسه، لانه قاعد يقول باللي ما همش جواسيس. اذا ليسوا جواسيس علاش فرض التاشيره مالا اذا ما كانش جواسيس؟ وتسمى القضيه سياسيه، دونك القضيه سياسيه بحته. ابسولومون. وهنا كاين بزاف ناس واعيين رفضوا طلب التأشيرة حفاظا على أمن عائلاتهم اللي في الجزائر، على خاطر على بالنا الجزائري ما كاش شكون اللي يحميه. دونك يقدر يكون ان بروغرام تري دونجورو. وهذه الكراهيه الشخصيه لسيغتان غوفرنور، باسكو الشعب الجزائري عمره ما كره الشعب المغربي، هذه سي اون افير بيرسونيل، عداوه شخصيه من طرف بعض الاشخاص اللي راهم اليوم في الحكم، غدا ما راحش يكونوا، كيما شفنا لافير بن شيخ
اللي كان بطل الابطال واليوم اصبح اكبر خائن للجزائر. دونك كانوا بوعزة وسيني قبلوا يقول لك بطل من بعد راهو خائن، مثل ما هذا هو المنظومات هذه المتعفنه، كل تما راح هذا جا الاخر ودائما في نفس لكن برك في قضيه التأشيرة صراحة هذه الفرضية هذه والله أنا ما كنتش عندي القراءة هذه، لكن الحاجة الأكيدة أنه في الأشهر القادمة راح يكون تفكيك تاع شبكات تجسس أخرى، معناتها راحين يكونوا مواطنين مغاربة آخرين راحين يتهمون باتهامات مثل ما هذوك الناس اللي في تلمسان 3 اللي قال لك باللي داروا شبكة تاع تجسس. يعني أكيد أنه الرواية هذه تاع التأشيرة هي عندها أبعاد، عندها البعد، حتى أنهم كانوا على ما أظن كان نوعا ما محاولة جر المغرب أنه يفرض التأشيرة بالجانب المقابل حتى الجزائريين ما يدخلوش للمغرب، لأنه جاية كأس افريقيا 2025، جاي كأس العالم فيما بعد. راكي تعرفي باللي هذه العقدة تاع المقارنة عند المسؤولين في الجزائر، لأنه يقول لك بلد ماشي ريعي الناس تروح تشوف بنية تحتية ربما أحسن من بلد عنده الريع والبترول، هذه تطرح إشكاليات كبيرة بالنسبة لهم. دونك أنا أظن أنه عندها تسمى الأبعاد هذه كامل متعددة، لكن الأكيد أنه العهدة الثانية هذه هي عهدة متلازمة المروك، لو ساندروم تاع المروك راح يكون هو الغالب يعني في العهدة الثانية هذه. effectivement. وشنو اليوم المطلوب؟ الحذر. سي تري امبورطون. سي بور سا خاوتنا في المغرب ماذا بكم حافظوا على عائلاتكم في الجزائر، واللي حب يزور العائله تاعو تلاقاو في تونس ولا تلاقاو في مكان واحد اخر حفاظا وامنا، على خاطر رانا دون اون سيتوياسيون كريتيك. راكو تشوفوا الاحرار كل يوم واحد راهو في الحبس، حتى واحد مسلك من هذا النظام. كي شفتي هذيك عبله قماري ارقى انسانه بالك من ارقى الناس الموجودين في الجزائر، كانت في الانتخابات الناس راح تنتخب، هي راح تلم لهم في المزابل اللي مخلينها في الشوارع، دركا راهي مطيشه في الحبس. واش تجي دير في البلاد هذه؟ الملاريا الدفتيريه من تحت. كما قلتي مغربي روح لتونس تلاقى مع عائلتك، تونس ما شاء الله بصعوباتها بصح ناس محترمين، تمشي في الشارع واحد ما يتبلى عليك، تفوتوا ايامات مليحه، الاسعار مقبوله. اخوتي الاعزاء، شكرا على مشاهدتكم والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.